ان شاء الله انتي بألمانيا ولسه عم تعجني عجينة للبرك برمضان، تعالي فرجيكي عجينة جاهزة موجودة بكل السوبر ماركت الألماني، واللي هي البليتا تايج أو الباف بيستري. هي تبعت الألدي وهي الماركتيا، صورت لكم ياهن كلهم. بس العجينة اللي أنا بستخدمها هي العجينة اللي بيكون مكتوب عليها 100% زبدة، مشان ما يكون فيها زيوت، أنا ما بدي إياها. بس بالحقيقة كلهم بيزبطوا. طريقة شغلها كتير سهلة، بس في كم شغلة لازم تنتبهوا عليها أثناء الشغل. بنعمل الحشوة اللي بدنا إياها. أنا عملت حشوة دجاج طلعت كتير طيبة. أهم شي إنه الدجاج يتقطع قطع رفيعة. تبلته بالبهارات الموجودة تحت الفيديو، حطيت له بصلة فليفلة حمرا وخضرا، وآخر شي ضفت له نص فنجان صغير من الحليب أو الكريمة لحتى يضل رطب. نقطتين كتير مهمين، إنه العجينة لازم تكون باردة والحشوة كمان، يا ماشي الزبدة بتدوب. ضفت الحشوة وبعدين ضفت شوية جبنة وشكلتها بهاي الطريقة. اختياري، فيكن تشكلوها انتو مثل ما بتحبوا. دهنتها ببيضة، فيكن تضيفوا شوية خل للبيض، وحطيت حبة البركة وسمسم بالفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180. أنا فرني مروحة. ما شاء الله طلعوا كتير طيبين. اسمعوا القرمشة. بابا فيك تصلح لي إياها؟